يا ريت. اشتغلتي مع اسماء شابه في بدايه عمرهم، هم بيقدموا مشاريع تخرجهم الاولى، اللي كتير منهم بقى من اهم الاسماء على الساحه بعد كده. هل ده كنت شايفاه، كنت بتشوفي ان المخرجين دول عندهم الشغف وعندهم الاصرار ان هم يبقوا يكملوا بعد كده؟ انا اظن انه يعني انا عايزه اقول لك حاجه، انا لا ما اخترتش. صحيح لما بقعد وكنت حماره كبيره ساعتها، الشغل في افلام الطلبه وفي الافلام المستقله انا اللي استفدت منه، مش اصحاب الافلام. اتمرنت، اشتغلت في ناس، في وسط ناس عندهم شغف كبير، عندهم رؤيه، عندهم حلم. فده يعني اظن ده دخل في تكويني. يعني انا مش قادره انسى فيلم طير يا طيار، صاحبته قاعده معانا اهي، هاله، وعندنا كان ديبيت انا وهاله ما هو الجوب ديسكريبشن بتاع المخرج، هي من ديبيت كبير قوي. ف هاله في طير يا طياره هقول لك عملت ايه. يعني مثلا كان عندي مشهد مش ممكن هنساه، ان انا كان عندي توأم وماسكين في ديل الجلابيه وعماله اقول لها العيال مضايقني، انا كجهله كبيره رايي انه عايزه اتحرر، فهي قالت لي بالعكس انا عايزاكي تبقي مكبله بالعيال دول. هي جمله صغيره بسيطه فهمتني هي تقصد ايه، تقصد ايه في الشخصيه. وانا لما بسالها الجوب ديسكريبشن عشان انا اشتغلت معاها، وهاله حقيقي مثال للجوب ديسكريبشن بتاع المخرج حقيقي. لما اشتغلت معاها مثال هاله، والحقيقه كمان لما اشتغلت مع كل الطلبه بالذات الطلبه بيجوا محضرين ومستعدين وعاملين ديكوباج، عاملين حاجات في السوق ما بقتش تتعمل انيمور، وعندهم حق لانه احنا بقينا نعمل الشغل من غير ورق. فيعني المخرج بيبقى مش عارف يعمل ايه، وانا كممثله كمان ما ببقاش عارفه اعمل ايه. فبالتالي ساعات بنلجأ للنيوترال، لان انا ما اعرفش الشخصيه دي هتنتهي فين، والمخرج عنده نفس المأزق، هو مش عارف احنا رايحين فين. للاسف انا اسفه اني بقول كده، بس احنا عندنا مشكله كبيره دلوقتي في انه احنا ما عندناش جسم جريمه حقيقي. احنا عندنا بدايات، عندنا نيه. مرات كتير قوي بروح حسب النيه والاقي الدور خلص عند الحلقه اللي مش عارف ايه من غير ما النيه تتم. فاتمنى من كل قلبي وكمان انا لما بسال على الجوب ديسكريبشن بتاع المخرج كان قصدي كمان علاقه المخرج بالكاتب، بالورق، بالانتاج، بالممثل، بالمصور. انا بحب المخرج اصلي وبغير على الشغلانه دي، لانه مفيش ممثل كويس من غير مخرج رائع، من غير مخرج يعرف يشغله، يعرف يقوده، يعرف يصوره، يعرف يستر عليه لما يعمل مشهد مش حلو، يعرف يستر عليه، يعرف ياخد الزاويه الكويسه ويرمي الزاويه اللي مش كويسه، لانه وده على فكره لكل الممثلين. احنا مش روعه، احنا بنعمل حلو وبنعمل وحش. لو المخرج ستر عليا وخد الحلو يبقى كتر خيره، او ستر عليا واداني اداء، او خد زاويه تسترني. فاتس اول اباوت بالنسبه للتمثيل الحلو، اتس اول اباوت المخرج الحقيقه. شكرا. سامعه هلا؟